والأتمان الأكملان على مولانا رسوله الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله عز وجل وعدد ما يليق بكمال الله عز وجل. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا الحفل البهيج بهذه المناسبة الجليلة، هذا الحفل الذي تنظمه جمعية الأخلاص لتجار وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة والتقسيط بمراكش خلال الذكرى 26 من تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده 10 أسلافه المنعمين. وتأتي هذه الذكرى في يوم 30 يوليوز من كل سنة لتسلط الضوء على المحبة القوية وأواصر تعلق الشعب المغربي بجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطال عمره وأيده، وتبصر جلالته وحنكته وأبناء هذا الشعب الوفي من أجل شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات من خلال رؤية سديدة وتبصر لصاحب جلالة نصره الله وأيده. إن خير ما نفتتح بهذا الحفل وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حفاظ رئيس جمعية الإخلاص لبائعي اللحوم بالجملة والتقسيط في مدينة مراكش. وحنا كجمعية احنا كمغاربة اليوم راه عيد العرش، عيد العرش تخلي راه حتى حنايا مغاربة وبغينا نخلدوا هذه الذكرى هذه اللي شحال هذه ما باقيش عشنا هذا الجو هذا ديال الاحتفالات وكذا بذكرى عيد العرش، الذكرى 26 لصاحب الجلالة اعتلاء عرش أسلافه الميامين. فكرنا باش نديروا واحد الاحتفال هكا ونعيشوا حنا والناس هذه المرحله هذه من هذه المناسبه. حنا كتجار اللحوم تنطلبوا الله يديم علينا الصحه والعافيه لصاحب الجلاله اولا، والله ينصرو والله يشافيه والله يعافيه والله يدوموا علينا والله يخليه لينا.